تبقى عندك مناسبة مهمة وبتحضر لها من زمان ومجهز لبسك وشكلك وشعرك، وفجأة تصحى يومها تلقى فيه حباية طلعالك في نص وشك. Welcome back to my channel. أنا مارينا. لو أول مرة تشوفوني في الفيديو ده بنتكلم عن أكتر مشكلة واجهتنا كشباب، وهي حبوب الشباب أو الحبوب اللي بيعتبر المرض الثامن على مستوى العالم في انتشاره من ناحية الأمراض الجلدية. الحبوب هي عبارة عن الرؤوس البيضاء والسوداء وباقي الحبوب بكل أشكالها اللي بتحصل نتيجة انسداد في القنوات الدهنية المتوصلة ببصيلات الشعر. بتتكون عن طريق ان الجسم ابتدى يفرز دهون اكتر، او في بكتيريا ابتدت تنمو بشكل اكتر من الطبيعي، او ان القنوات ابتدت تتسد بسبب تراكم الدهون او الخلايا الميتة، او كمان بسبب افراز المواد المسؤولة عن حدوث الالتهابات في الجسم. بنقسم الحبوب عامة لنوعين. النوع الأولاني اللي هو حصل نتيجة انسداد، اللي هو بنسميه كوميدون أو الرؤوس البيضاء والسوداء. الرؤوس السوداء دي عبارة عن إنه تكون دهون كتير جوه بصيلة الشعر، ولما ابتدت تطلع برا الجسم ابتدت تتعرض للأكسجين فحصل لها أكسدة فابتدى يبقى لونها اسود. لكن الرؤوس البيضاء بتتكون نتيجة ان حصل انسداد في القنوات دي او بصيلات الشعر بسبب تراكم الخلايا الميتة فيها. كمان ده حبس كده الدهون جواها فمش بتتعرض للأكسجين فمش بتتأكسد، فعلشان كده بتفضل لونها بلون الجلد عادي. وده كان النوع اللي بيحصل نتيجة الانسداد. لكن في نوع تاني بيحصل نتيجة التهاب، اللي هي بتكون حباية طالعة لبره شوية ليها طرف أصفر، غالبا بيكون نتيجة صديد، حوالينها بيكون محمر، وأوقات بتكون وجعانة وعايزين نهرش فيها. في منها أشكال تانية متقدمة، زي مثلا ان هي تكبر وتبقى عاملة زي أكياس او تتوصل ببعضيها كقنوات، ودي غالبا بتكون تطور للوايت هيدز او الرؤوس البيضاء اللي احنا لسه متكلمين عنها. دي بتكون ليها مشاكل اكتر شوية، وهي دي اللي ممكن تعمل سكار بعد كده وهي بتخف. خلينا نتفق في الأول إن الحبوب غالبا بتكون عرض لمرض تاني. أكبر محفز لإن الحبوب تتكون هو بيكون في وقت المراهقة، لما بيبدأ الأندروجين يزيد قوي فبيبدأ يخلي الدهون تتفرز بشكل أكتر، وكمان خلايا الجلد بتتكون بشكل أسرع، فده بيحصل له تراكم جوه بصيلات الشعر والقنوات الدهنية فبيخلي الحبوب دي تتكون. كمان حدوث أي تغير في الهرمونات عند البنات بيساعد في إن الحبوب تتكون بشكل أسرع. كمان الطرق اللي مش صحية قوي في إن احنا نشيل الميك اب، أو إن احنا منضفناش أصلا وشنا كويس من الميك اب، أو بنستخدم مثلا كريمات مش مناسبة قوي لنوع بشرتنا من غير ما نستشير دكتور، او استخدام الفيزيكالز يخلي الجلد يفرز دهون اكتر ويكون حبوب اكتر. كمان الجو اللي فيه رطوبة عالية او الناس اللي بتعرق كتير بيكونوا عرضة لان هما يجيلهم حبوب اكتر من الناس الباقية. مش بس كده، لكن كمان في ناس بيكون جسمها حساس اكتر للاندروجين عن غيرها، وده مش بس بيظهر في شكل ان في حبوب زيادة في الجسم، لكن كمان بيظهر في وجود شعر في اماكن مش مرغوب فيها وبشكل اكتر من الطبيعي. كمان في دراسات بتقول انه في ناس عندها حساسية من الألبان والجبن والمنتجات دي، بس الموضوع لسه دراسات وتجارب شخصية، مفيش سبب علمي يقدر يثبت الكلام ده. كمان بعض الأدوية زي الكورتيزونات أو أدوية التشنجات والدرن أو السل برضو بيساعدوا في ظهور الحبوب. كمان الاسترس أو التوتر بيساعد في إن الحبوب تزيد أو تبقى حالتها أسوأ. لكن نقدر نقول ان الحبوب بتهدى شوية او بتقل في الصيف علشان الشمس ليها دور كمضادة للالتهاب فبتقلل شوية ظهور الحبوب. خلينا في الاول نقول انه احنا بنعالج الحبوب محتاجين نعرف هي بسبب ايه اصلا علشان نعالج السبب واحنا بنعالج الحبوب، سواء ادوية او احتكاك بشكل مش مناسب للبشرة، او هي دي طبيعة البشرة. كمان احنا بنعالج الحبوب علشان ما يحصلش منها سكار او تسيب اثر شكله مش حلو قوي، او ممكن كمان العدوى او البكتيريا اللي فيها تنتشر اكتر واحنا مش عايزين ده يحصل. قبل ما نبدأ في استخدام اي علاج للحبوب اهم حاجة ان احنا نغسل المكان اللي فيه الحبوب ده كويس، مثلا نغسل وشنا كويس بغسول مناسب لنوع بشرتنا.
لكن لو الموضوع كان بشكل اكتر من الطبيعي ده مش هيساعدنا، بالعكس هو هيزود افراز الدهون. فاحنا بنكتفي بمرة او مرتين في اليوم. وقبل اي حاجة ما ينفعش تعتمد على اي مصدر في علاج الحبوب، اهم حاجة ان انت تكون بتتابع مع دكتور يعرف حالتك ويعرف نوع بشرتك علشان يحدد العلاج المناسب ليك، ويحدد هتاخد منه قد ايه وهتستمر عليه قد ايه، علشان العلاج بيختلف من بني ادم للتاني ومن حالة للتانية. كمان لو انتي حامل او ناوية تكوني حامل قريب ما ينفعش تاخدي اي حاجة من غير ما ترجعي لدكتور النساء اللي انتي بتتابعي معاه. نرجع للتقسيمة الأولى اللي احنا كنا قلنا هل هو نتيجة انسداد ولا نتيجة التهاب. لو هو نتيجة انسداد اللي هي قلنا عليها الرؤوس البيضاء والسوداء، دي غالبا بتتعالج بأحماض زي التريتيناين أو الريتينول أو فيتامين اي، كلهم نفس الحاجة، أو أزيليك أسيد أو جلايكوليك أسيد أو سلسليك أسيد. ودول بيشتغلوا عن طريق ان هما بيخترقوا الفتحات أو القنوات وبينضفوها من الدهون أو الزيوت اللي جواها والخلايا الميتة. كمان بيعملوا زي تقشير لطبقة الجلد اللي من بره علشان يدوا فرصة للطبقة اللي تحتها الجديدة ان هي تطلع. ودول بيختلفوا من شخص للتاني على حسب النسبة بتاعتهم او التركيز بتاعهم، على حسب هنستخدمه قد ايه، مثلا كم مرة في الاسبوع، وهنستمر على العلاج قد ايه. علشان كده بأكد تاني ان احنا محتاجين نكون بنتابع مع دكتور يحدد لنا ايه بالظبط اللي احنا هنستخدمه المناسب للون بشرتنا والمناسب للحبوب اللي طالعالنا، خاصة ان الحاجات دي ليها اثار جانبية كتير، زي مثلا ان هي ممكن تحرق الوش او تخليه حساس زيادة للشمس، او ممكن تحسس الواحد بشكشكة او بتقشر الجلد. كمان لو في واحدة حامل ما ينفعش تستخدم خالص اي حاجة فيها فيتامين اي او تريتيناين او الريتينول اللي احنا قلنا عليه في الاول. ده بالنسبة لو هو حاصل نتيجة انسداد. طب لو هو حاصل نتيجة التهاب، على حسب الدرجة اللي هو وصل لها بيكون العلاج. لما بتكون حباية صغيرة فاحنا غالبا هنستخدم لها كريم فيه انتيبيوتيك او مضاد حيوي علشان يموت البكتيريا اللي في الحبوب، او ممكن نستخدم له اكستراكتور، هحط لكم صورتها، دي اللي هي بيكون ليها طرف مدور وبتشيل كده الحبوب، بس ما انصحش ان هي حد يعملها في البيت، الاحسن ان هي تكون بتتعمل في مكان متخصص علشان يكون في تعقيم اكتر، فالبكتيريا اللي احنا بنشيلها تتشال فعلا مش تنتشر في باقي وشنا. في كمان حالات بتحتاج ان هما يستخدموا مضاد حيوي مش بس على الحباية، لكن يكون بيشتغل بشكل اكبر، بياخدوه عن طريق مثلا براشيم. في كمان حالات بتحتاج ان هي تاخد فيتامين اي او تريتيناين او ريتينول برضو على هيئة كبسولات، وزي ما احنا قلنا مش بينفع ان اي حد يستخدمه، وهو كمان ليه حالات معينة بيستخدم فيها، مش اي حد عنده حبوب بيروح ياخد فيتامين اي. كمان بالنسبة للأكياس اللي بتكون كبيرة، دي اوقات بنضطر نحقنها بمواد مضادة للالتهاب زي مثلا الكورتيزون علشان تخفف الالتهاب اللي فيها. في حبوب بتكبر لدرجة ان هي بتعمل زي خراج، فبتحتاج ان هي تتفتح وتتفضى من الصديد اللي جواها، بس طبعا دي بتسيب اثر وحش او سكار مكانها. بس كده حبيت اديكم كل المعلومات اللي ممكن تكون مفيدة ليكم، في نفس الوقت تكون بشكل مختصر ومبسط. اكتبولي في الكومنتس اذا كنتوا حبيتوا الفيديو ده، او لو عندكم اي اسئلة، او لو محتاجين اي فيديوز تانية. متنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام ولايك وفولو على فيسبوك، واكيد سبسكرايب ولايك وشير على يوتيوب، واشوفكم في فيديو جديد. Thank you for watching.